مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من فنون السينما. المقاومه الناعمه وسيله هامه لتعريف العالم بالقضيه الفلسطينيه، والسينما لانها لغه عالميه مؤثره بشكل كبير لكشف المؤامره الصهيونيه بكافه ابعادها. من هذا المنطلق نتكلم عما انجزه ابناء الارض من رام الله، من غزة، ومن كافة الأنحاء لخدمة القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. ومنهم ضيف الليلة في فنون السينما المخرج الفلسطيني فايق جرادة، الذي قدم ناجي في حضن حنظلة والأمل وجدل. ومن خلال تجربة المخرج فايق جرادة ربما نستطيع أن نقرأ السينما الفلسطينية بكل تفاصيلها، إسهامات السينما الفلسطينية في إبراز خصائص فلسطين في القدس، قبة الصخرة، مفردات المقاومة، حلم العودة، التمسك بالعادات، التراث من الأزياء والدبكة والغناء، وقت جني الزيتون والبرتقال اليافاوي. تفاصيل عديدة نقرأها ونستطيع من خلالها أن نقترب بشكل كبير من السينما الفلسطينية. أرحب بضيفي العزيز المخرج الفلسطيني السينمائي، مخرج السينمائي الفلسطيني فايق جراد. أهلا بيك في مصر طبعا. أهلا بيك وهلا يعني وشكرا لك ولمقدمتك الجميلة. وبالفعل السينما هي يعني المقاومة الناعمة لتوصيل الحقيقة الفلسطينية ولتوضيح الزيف الإسرائيلي. هبدأ بحضرتك ان ربما الانطلاقه من تجربه فايق جرادة هتخلينا بشكل كبير نقدر نقرا ونقترب بتفاصيل اكثر عن السينما الفلسطينية. فايق جرادة خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، ما الذي ادار الوجه تجاه السينما او الى السينما؟ يعني كل العلوم الانسانيه هي الاقرب للسينما. يعني دائما العلوم الانسانيه هي الاقرب، على قاعده انه اي فيلم بتقدميه، اي انتاج بتروح باتجاه الجمهور، بدك تعرف مين الفئه المستهدفه من الفيلم، ايش الفكره، ايش التفاصيل هذه تبعت كل مصنفات العمل الفني السينمائي. وبالتالي العلوم الانسانيه هي قريبه، والاقتصاد والعلوم السياسيه هي يعني نوع من انواع العلوم السياسيه. تفاصيل علم الاجتماع، تفاصيل علم النفس، تفاصيل اللغة، تفاصيل كل الأشياء هذه. وكان أهم شغلة، يعني أنا كمان حصلت على دورة مكثفة في اليابان، وكان أهم حاجة بوصلنا إياها الليدر، وكان هو مخرج 22 سنة في هوليوود، بيحكي لنا إنه أنت شو بدك توصل من خلال الفيلم أو برنامجك، من خلال قصتك حدوتك، وبالتالي يجب إيه؟ شو يعني اهم شيء كيف بدك توصل للناس، مين الفئه المستهدفه بتاعت الفيلم. اذا عرفت، وهذا بتطلب معرفه عادات الشعوب، كيف بتفكر، كيف النمط تبعها، انت بتنجح. وبالتالي العلوم الانسانيه هي بالفعل اقرب شيء للسينما. هل ده بيشكل هم المخرج الفلسطيني بشكل عام، وطبعا فايق جراد على وجه الخصوص، في انك ازاي تقدر تنقل الروح الفلسطينيه، ربما روح المقاومه الفلسطينيه زي ما ذكرنا في البدايه؟ يعني ده بيعتبر عبء اكبر على الفنان او المبدع. صحيح. وخاصه انه احنا يعني بنعيش الحاله نفسها. لكن إذا سمحتي لي خلينا أعرج شوية على تاريخ السينما الفلسطينية، وهي بالفعل يعني هي ولادة وثائقية بامتياز بحكم الثورة الفلسطينية، بحكم طبعا المقاومة الدائمة من ال 65 وما قبل وما بعد ال 65. وبالتالي احنا نجحنا وثائقيا بتوثيق الحالة الفلسطينية، إن كان ما قبل مجيء السلطة الوطنية عام 94 أو ما بعدها. وبالتالي انشغال المخرج الفلسطيني كان دائما من خلال مقاومته باتجاه الصورة، خاصة أن الصورة هي يعني أصبحت لغة كل الشعوب، بدون توثيق الشعوب تندثر. وبالتالي يمكن أنا بعتقد أنه نجح الشعب الفلسطيني في توثيق الحالة النضالية والمقاومة الشعبية والمقاومة بكل أشكالها وأنواعها لتوثيق الحالة الفلسطينية وتوصيلها للعالم. إلى أي مدى من وجهة نظرك، أو ربما لو خدنا السؤال بشكل آخر، يعني أكيد في تحديات بتجابه أو تواجه الوقت المبدع الفلسطيني عشان يستطيع أن هو يخرج فيلمه أو يرى العالم كله فيلمه، لكن هل فعلا شايف أن هذه التحديات كانت عقبة يعني صامدة في ظل المقاومة الفنية أو المقاومة بالفن؟ يعني هو بالفعل في تحديات بحكم الواقع المعاش بفلسطين. لو حكينا عن قطاع غزة اللي بيمثل 360 كيلومتر مربع، يختلف المعوقات عن الضفة الغربية طبعا، لأنه قطاع غزة هذا محاصر، وبالتالي كل الأفكار متاحة للجميع. وبالتالي البقعة الجغرافية هي اللي بتأثر عليه، يعني بتأثر في النمط التفكير كيف صناعة الفيلم. بالضفة الغربية يختلف، في مناطق ال 48 الفلسطينية تختلف. وبالتالي هنا أنا بعتقد أنه نجحت السينما الفلسطينية بأنها تعبر بمختلف التعبيرات عن القضية الفلسطينية، إن كان بغزة وإن كان بالضفة وإن كان بال 48. معوقات متعددة، أولها وأخيرها بطبيعة الحال الحواجز الإسرائيلية والاحتلال بشكل عام.
عدم وجود مؤسسة يعني حاضنة لكل المواهب السينمائية ولكل العمل السينمائي، عدم وجود المال الوطني. يمكن احنا بنحكي كمان اليوم في ظل الانتفاضة الشعبية الثالثة، ونتمنى انها تستمر بصيغ يعني مقاومة شعبية جميلة، ربما تكون فرصة وفرصة للتوثيق بالتأكيد. صحيح. وبالتالي انا يمكن مسألة القدس سينمائيا غائبة كتير عنا، عن يعني صناع السينما الفلسطينية، وانا بحكي بوضوح باتجاه هذا العمل. يعني اتذكر في 2016 في برنامج القدس سينمائيا من خلال مهرجان الاسكندرية حاولنا نحصل افلام اللي انعملت عن القدس. مع الاسف يعني من ال 48 حتى ال 2016 في هذاك الوقت ما كانش في 50 فيلم. طبعا بكل مصنفات الفنية، يعني كان وثائقي وان كان قصير او طويل. لكن بالمقابل الاحتلال في عنده افلام متعدده، سياحيه، وثائقيه، دراميه، اكثر من 200 فيلم، وبالتالي في نسبه وتناسب كبيره. ويمكن فرصه الان عبر قناتكم من خلالكم انه كيفيه استنهاض الحاله السينمائيه في مدينه القدس الان مهمة جدا. دي شكل من أشكال المقاومة زي ما ذكرنا في بداية هذه الحلقة، حين تظهر الكاميرا العادات والتقاليد وجني الزيتون والبرتقال والغناء، التفاصيل أو أهم المفردات. هل أو إلى أي مدى شايف أن الصورة ممكن تجسد هنا القضية الفلسطينية؟ الصورة مهمة جدا، وزي ما تو حكينا في البداية انها اصبحت لغة كل الشعوب، انك توصلي رسالة مبرمجة بالصورة، انك توصلي ليس فقط جني الزيتون في جدار، في بيوت، في جدار بيقسم البيت في القدس، في الضفة الغربية، في معاناة في غزة. انا بعتقد ان الصورة وصلت لكل العالم، والا صحيح ان القدس في وجدان كل الامة العربية والاسلامية والعالم، والا كان ما وجدناش كل هالشعوب العربية مجرد قرار ترامب الباطل يعني صاغوا للعالم. كل العالم والشعوب العربية والاسلامية طلعت باتجاه رفض هذا القرار، وبالتالي الصورة كانت أيضاً واضحة. أنا بعتقد أن الصورة مهمة والتوثيق مهم الآن لشعبنا الفلسطيني، إن كان برا وإن كان جوا، وليس فقط للشعب الفلسطيني. يمكن أنا بيستهويني أكثر الفيلم الوثائقي بحكم أنه الظرف العربي بشكل عام بمنعطف خطير. يعني كيف ممكن توثيق الحالة العربية في ومحاربة الإرهاب من خلال التوثيق أو الرواية أو الدراما أو التفاصيل. هذه مهمة السينمائيين والأكاديميين والنخب المثقفة. علينا جميعا توحيد جهودنا باتجاه القضاء على الإرهاب وفضح ممارسات الاحتلال، ليس صحيح. فقط في القدس بل في كل فلسطين. صحيح. ناجي العلي في حضن حنظلة، هذه التجربة، رؤية فايق جرادة في هذه التجربة وخصوصية التجربة دي بالنسبة لك؟ يعني من الافلام اللي انا بعتز فيها انه يعني هو كان ديكو دراما اكثر من وثائق، وكان عمل مشترك بيننا وبين المغرب. بمثل المغرب كان الدكتور حبيب الناصري، وصناعه الفيلم تم في غزه من خلال شركه انتاج في قطاع غزه. وانا بعتقد انه الفيلم جسد رسومات ناجي العلي، كيف تم تفكيكها، كيف تم تحليلها، كيف وللعلم اصبح الفيلم وثيقه بحكم انه كان في انترفيو مع الشاعر المرحوم الكبير، الشاعر الكبير سميح القاسم. وايامها كان كتير مريض وكان بالمستشفى، لكنه ابى الا ان يعمل هذه المقابله لانه ناجي العلي. بالتالي استطعنا من خلال الفيلم تفكيك كل رسوماتنا، تفكيكها باتجاه النضال، القوميه، باتجاه الانسان، باتجاه الانسان العربي بشكل عام. انا بعتقد انه احنا نجحنا، وكانت اخر جائزه، هو حصل فيلم ما يقارب 12 جائزه، اخر جائزه كانت بال 2014 كانت لحد وقت قريب يعني جائزه الجزيره الوثائقيه. حنظله الطفل اللي غادر فلسطين في العاشره من عمري، او الاسم الحركي، وسيظل في العاشره حتى العوده هنا. في رايك يعني العمق والرمز اللي يحوي به تجمد عمر حنظله طالما في يعني غربه اللجوء، هل ده يعني بشكل كبير ناجي يعني بدوش يكبر حنظله، ضلوا حنظله في هذا السن على قواعد لها دعوه في حرب ال 73، لها دعوه بحرب ال 67، وبالتالي ناجي العلي جعل حنظله بهذا السن في هذا المفترق الخطير للامه العربيه 67 والهزيمه والتفاصيل هذه، وبالتالي ضلوا في مكانه. واعتقد في مقابله مع التلفزيون الكويتي كان بيحكي ناجي انه انا عمدا خليته صغير، هذا حنظله هو الاسم الحركي لكل الفقراء والمضطهدين ولكل الناس، رمز لكل الكادحين في العالم اجمع. وبالتالي نجح يعني الناجي العلي رحمه الله عليه. يعني نشوف ناجي العلي في حضن حنظله ونرجع نستكمل حوارنا مع المخرج الفلسطيني فايق جراده بعد قليل.
عودة مرة أخرى للمخرج السينمائي الفلسطيني فايق جرادة. وطبعا هذه التجربة تعتبر من التجارب اللي لها زي ما اتكلمنا حتى في فاصل خصوصية يعني عند صحيح. المخرج الفلسطيني فايق جرادة. لكن أيضا جدل فيلمك الوثائقي، الفيلم ده هل بتعتقد أنه قدم يعني نقلة مختلفة في التجربة الإبداعية لفايق جرادة؟ يعني جدل كان تجربة خاصة ما بعد الحرب 2009 على قطاع غزة، وكانت الكاميرا فيه دائما متحركة متوترة مع الفنانين مع المثقفين. الحالة بتاعت الفيلم كانت توتيرية بحكم انه الواقع متوتر دائما عند المثقفين اللي احنا كنا تعلمنا وتربينا على انه هو اول من يقود وهو اخر من ينكسر. هذه من خلال الحرب ومن خلال التوتر الدائم في قطاع غزة تلاشت، وبالتالي اصبح المثقف مستوزر واصبح بده امتيازات. حالة جدل بالفعل من خلال المجتمع الفلسطيني آنذاك في 2009 ما بعد الحرب، ومع الفنانين كيف يعني فنانة مسرحية بدها تلملم أولادها لكنها عشقها للفن، المثقف كيف بده. بالفعل الفيلم كان يعني حالة جدل قائمة بالمجتمع، عكسته من خلال حركة كاميرا دائمة، من خلال مقابلات، من خلال صور. حتى السواق التاكسي العادي كان متوتر دائما. يعني طرحته بمستويات مختلفة طبيعي. يعني على الخاص والعام. طب هذا الفيلم حتى بعض النقاد ومنهم الأستاذ صلاح سرميني ناقد سينمائي عربي في فرنسا يعني نقدوا بشكل وفكفك بعض مشاهده بأنه هو بالفعل حالة الجدل القائمة موجودة في قطاع غزة بحكم الحصار وبحكم الواقع المعاش وبحكم الاحتلال. يعني في أكثر، وحتى كمان ناقد مغربي نقدوا هذا الفيلم. في كمان فيلم دوشة، بعرفش إذا دوشة كان من الأفلام المهمة جدا بالنسبة لي. نتيجة انقطاع الكهرباء الناس تعودت على تشغيل الموتورات، وبتفوتي أي حارة أو أي برج وكأنك داخلة مغارة موتورات، ما بتسمع اللي جنبك. كان ديكو دراما طبيعي الزوج والزوجة بنقطع الكهرباء، بده يشتغل على الكمبيوتر بيعرفش، بده يكوي قميصه مش عارف، يعني في تفاصيل كتير أسرية، وبالتالي بخرجوا حتى برا الكهرباء قاطعة لحد لما يعني الزوج بقول لزوجته انه بدنا نطلع على البحر، هذا انسب مكان للهدوء. حتى في البحر بلاقي موتور كهرباء مشغل، دوشة. وهذا كان فيلم كمان يعني حاز على جوائز متعددة ونقاد كتير كتبوا عنه. انه يعني انه الزوج والزوجة قاعدين على البحر في لحظة جميلة، حتى الكهرباء والموتور الكهرباء يحكم على شط البحر. لكن عودة الجدل من الأفلام اللي كانت ليس فقط بتثير فكرة الجدل اللي موجود حتى على العام ومن خلال تجارب خاصة أو شخصيات يعني اللي موجودة ممكن في التجربة، لكن برضو فكرة طرح التساؤل. يعني دايما يترك جواك انك في تساؤل مرتبط بالقضيه، مرتبط صحيح. بالمجتمع، مرتبط بالتفاصيل، مرتبط باشياء اخرى. هل ده مقصود في طرح هو وظيفه اي مخرج؟ هو يعني زي ما حكى غسان كنفاني انه لماذا لا تترك الخزان؟ احنا بنترك الخزان، مش وظيفتنا ان يعني نعالج هذه المسائل. في حاله جدل موجوده بفلسطين، حاله مقاومه وهتستمر طول ما هي مستمره. وظيفه المخرج انا بعتقد حتى بالروائي ليس فقط بالوثائقي انه ندق باب الخزان. هي وظيفتنا، مش وظيفتنا المعالجه طبعا. لكن انا بعتقد انه فيلم جدل يعني حط ايده على الجراح المتعدده، لكن مين عالجها؟ هنا السؤال الاكبر. مؤسسة ملتقى السينما الفلسطينية، هل بتعتقد انها يعني اولا فلسفة المؤسسة ذاته الى اي مدى شايف انها ممكن تكون بتقدم حراك سينمائي فلسطيني مختلف؟ يعني انا اشكرك على هذا السؤال. يعني ما بعد الانقلاب اللي صار بال 2009 من قبل حركة حماس اصبح الشباب متقوقعين، فراغ. وانا بعتقد انه العدو الاكبر والاعظم لاي شاب هو الفراغ. وبالتالي كانت رؤيتنا انه نكون ملتقى سينمائي بيحتوي كل الشباب
الهواة والمؤمنين بالصورة الموهوبين والسينما، المبدعين او مهتمين. ونجحنا خلال 3 سنوات اه انه نأطر هذا الشباب سينمائيا من خلال هيئة استشارية من كل الوطن العربي. لانه شخصيا انا ومجلس الاداره كنا مؤمنين بانه عمقنا العربي مهم جدا لاستنهاض الحاله السينمائيه ليس فقط في قطاع غزه بل بكل فلسطين. وبالتالي كان عندنا هيئه استشاريه من مصر، من سوريا، من لبنان، من الجزائر، من تونس، من المغرب. عندنا اكثر من 14 شخصيه هم عباره عن هيئه استشاريه غير مجلس الاداره. وبالتالي كانوا الهيئه الاستشاريه مرجعيتنا في عمل مهرجانات، في عمل رؤيه ما، في عمل بعض التفاصيل لها علاقه، وكانوا بنصحونا باتجاه وين التوجه الامثل. يعني نعمل مثلا على سكاي بي نعمل دورات تدريبيه للشباب، ونجحنا انا اعتقد. وحتى الجامعات اللي كان فيها بعض الشباب او دراسه المنهج السينمائي كانوا بيرجعوا لنا من خلال كاميراتنا، من خلال دراسة وورشات عمل للسيناريو. أنا بعتقد أنه الملتقى السينمائية آخر مرة كان فيه أكثر من 300 عضو شاب وصبية. طيب دي أحد التجارب اللي ممكن تبقى تاخد شكل مؤسسي وتدعم صناعة السينما، وإحنا بنتكلم على صناعة. لكن صحيح. أنا بعتقد أنه ما فيش إبداع بيجي من غرف مغلقة. الإبداع بده فكر مستنير، بده فكر حر، بده حركة دائمة. الملتقى السينمائي يعني احنا كنا ندفع من جيوبنا بصراحه. تمويل، مشكله تمويل طبعا. لكن كان في تعزيز من بعض المؤمنين بالصوره، من القاده الفلسطينيين. ويمكن هنا انا بشكر الاستاذ سفيرنا في كندا الاستاذ نبيل معروف، هو اللي كان داعم ومساند لنا في هذه الفكره، ونجحنا. ولحتى الان بيشتغل الملتقى السينمائي بكل قوة باتجاه الشباب والاستنهاض حالة السينما لدى الشباب. التجارب أو الأفلام اللي أخرجها يعني فلسطينيين ولكن يعني من الداخل الفلسطيني بتمويل إسرائيلي، إزاي بيحصل موائمة ما بين القضية والتمويل؟ شوف يعني هذه يعني حالة جدل في هوية السينما الفلسطينية، بغض النظر عن كيفية الدعم. المخرج بده فكرته تنفذ، واللي بيمول عنده برضو يعني وجهة نظر خاصة، أجندة طبيعي أجندة خاصة هيقدر إن هو يعمل، خاصة فيما يتعلق بقضية صراع. يعني لا أعتقد إنه أي مخرج فلسطيني أيا كان داخل فلسطين مارس وجسد ونفذ أجندة إسرائيلية، مستحيل. لأنه في 48 بيدفعوا ضرائب للإسرائيليين، بياخذوا من الصندوق، هذا حقهم الطبيعي كمواطنين، لكن هم فلسطينيين. أثناء ممارستهم لتجسيد وتنفيذ فيلم ما بيمارسوا الأجندة الإسرائيلية، بالعكس بيمارسوا المقاومة والنضال الفلسطيني الحقيقي من خلال أفلامهم. إن كان هنا بسعد، إن كان يعني ميشيل خليفة، إن كان بعض الرموز السينمائية الفلسطينية داخل 48، حتى في الضفة الغربية وغزة. يعني أنا لو إجاني تمويل من الخارج بدون ممارسة ما تعمل كده، لكن أنا بتكلم على دوائر الحرية. يعني المبدع يحتاج إلى حرية عشان يعبر عن فكرته. هل ده متاح لو أنا واخدة تمويل إسرائيلي؟ يعني مثلا في دايما في جدل أو في لغط في بعض الأحيان على الإنتاج المشترك أو حتى التمويل الأوروبي في بعض بلداننا العربية، ما بالك لو كان هناك قضية صراع والممول إسرائيلي؟ صحيح. يعني حالة الجدل القائمة بهوية الفيلم الفلسطيني اللي حتى الآن موجودة، إن كان هوية المنتج أم هوية. لكن إذا أنا وياك الآن حكينا شو هو الفيلم الفلسطيني، هل هو هويته المنتج أم هويته المخرج، نتفق أنا وياك ضمن هالحالة النضالية الموجودة إنه أي فيلم بمارس النضال الفلسطيني من خلال مشاهده وصوره هو فلسطيني. إن كان مصنوع في 48 أو بالضفة الغربية أو غزة أو في الدول العربية أو حتى تصنيفات أجنبية، أي فيلم فلسطيني براعي الحقوق الفلسطينية هو فلسطيني، هو فيلم فلسطيني، وبالتالي يخدم القضية الفلسطينية بالضبط. وبالتالي أنا بعتقد أنه آن الأوان أنه نخرج من جدلية هوية الفيلم الفلسطيني. أنا بالنهاية بشوف فيلم، هل هو مع الحق الفلسطيني أم لا؟ هل لجوء بعض المخرجين الفلسطينيين للتمويل الأوروبي ده بيعطيهم مساحة أكبر من الحرية، قدر أكبر بالحرية في تقديم أفكارهم؟ ممكن، لأنه صناعة أي فيلم هو مال. يعني اعطيني مال أنا بصنع أفلام، بصنع فيلم، وإلا بصير تقوقع بالفكرة، تقوقع، بصير حالة يعني ترهل بصناعة الفيلم. وكل المخرجين بيسعوا دائما، والآن في صناديق عربية من خلال مهرجان دبي، من خلال بعض المهرجانات العربية بتقدم مساعدات من خلال هذه الصناديق لتجسيد أفلام ورؤى
مهمة جدا، ليس فقط في مخرجين فلسطين بس، كمان حتى في مصر أو حتى بالوطن العربي. وأنا بعتقد هذه الصناديق مهمة جدا طبعا لدعم الفيلم الفلسطيني، لدعم الفيلم لكن في الفلسطيني نفس الوقت والعربي. هتفتح برضو أبواب، نفس الفكرة طرحناها في بداية الحلقة، أن يكون هناك جهات أو مؤسسة تقدر تدعم صناعة السينما الفلسطينية فلسطينية، صحيح، ممكن سواء داخل فلسطين أو خارجها أيا كان شكلها. أنا بتفق معك أستاذة. يمكن أنا كمان عملت بعض وكانت تجربتنا بال 2016 من خلال القدس سينمائيا، انه القصور بغياب مؤسسه موجود. القصور سينمائيا واستنهاض الحاله السينمائيه بغياب المال الوطني موجود. طبيعي الاحتلال موجود بكل هذه العراقيل، لكن بنحكي وطنيا ذاتيا وموضوعيا بانه لا، لابد من وجود مال وطني، لابد من وجود اطار برعى كل السينمائيين الفلسطينيين. هذه مؤسسه صناعه سينما فلسطينيه اسوه على الاقل بالدول المجاوره، اسوه في مصر، في الاردن، في سوريا. هاي موجود المؤسسه، وانا بعتقد وجود هذه المؤسسه مهمه جدا لاستنهاض الحاله السينمائيه ان كان بالقدس الان او بكل المدن الفلسطينيه. غياب المال الوطني، لابد انه المال الوطني يدخل في صناعه وإنتاج الأفلام إن كان الوثائقية أو القصيرة أو حتى الروائية. وهنا بستذكر أنه فيلم عمر هو فيلم فلسطيني بامتياز، 99% منه من وزارة الثقافة الفلسطينية. وبالتالي لا، في أفلام صنعت فلسطينيا، كان وثائقي او حتى روايه وهتخدم القضيه بشكل او باخر. يعني فيلم عمر من الافلام برضو اللي هي حازت اعجاب شديد. طبيعي يعني طبيعي. والسينما الفلسطينيه بخير. يعني انا بذكر بال 2013 كانت السينما الفلسطينيه هي السينما العربيه الوحيده اللي دخلت في كان ب3 افلام بمصنفات الثلاثه، ان كان قصير او روائي او وثائقي. ما ده اللي بيخلينا نشعر بالغيره على السينما الفلسطينيه في دعمها، انها ممكن تقدم تجارب وظاهره بشكل او باخر في مهرجانات عالميه، لكن هي محتاجه دعم كصناعه. فدي مساله طبعا مهمه جدا. تجربه لبعض مخرجين زي مثلا هاني ابو اسعد، جبل بيننا او ذا ماونتن بتوين اس، طبعا ده فيلم قدمه مخرج فلسطيني. هل شايف ان ممكن يخدم القضيه بشكل او باخر حتى هو لا يتناول القضيه الفلسطينيه؟ مجرد انه هو يحمل الهويه الفلسطينيه، مجرد انه فلسطيني في هوليوود صنع فيلم، هذا انجاز. احنا كمان يعني هي السوري رحمه الله عليه اللي عمل السيره النبويه كان بيشتغل في هوليوود، اللي هو العقاد، مصطفى العقاد طبعا. يوسف شاهين مثلا. عرفت يعني في بعض العرب اللي استطاعوا يكونوا دولي، يعني يشتغلوا بالاتجاه العالمي ويشتغلوا بالاتجاه الدولي. وانا هنا ممكن انه كل المفترقات الفلسطينيه اللي مر فيها كل الشعب الفلسطيني اتجسدوها سينمائيا او تلفزيونيا عرب. يعني التغريبه الفلسطينيه حاتم علي، طريق الى ايلات مثلا، او فيلم ناجي العلي نور الشريف، نور الشريف الفيلم الروائي اللي هو عاصم الطيب اعتقد. مملكة النمل شوق الماجر من تونس، الاجتياح ايضا شوق يعني معظم المفترقات الصعبه للقضيه الفلسطينيه او للشعب الفلسطيني. باب الشمس يسري نصر الله بالجزئين بتوعه طبعا من التجارب الرائعه جدا. يعني وبالتالي لا، عمقنا العربي مهم جدا لتوضيح القضيه الفلسطينيه وتوضيح وتوثيق انه الروايه الاسرائيليه هي الروايه الزائفه. لابد من الروايه الفلسطينيه. هي دي المقاومه اللي بنتكلم عنها، هي دي المقاومه. لكن برضو مثلا هاني ابو اسعد عنده تجربه الجنه الان، وعمر كنا بنتكلم لسه على فيلم عمر. هل ده ممكن يكون مشروعه الاوضح او مشروعه اللي يقدر يقدم او يخدم القضيه بشكل اوضح من وجهه نظرك؟ طبيعي. انا بسعد الاحترام له لكل الايقونات السينمائيه، من ميشيل رشيد لليلى الجميع استطاعوا انهم يعملوا صوره سينمائيه بتتحكم فيها كل عناصر الانتاج نحو المقاومه وتجسيد الواقع الفلسطيني، ان كان الجنه الان، ان كان عمر، ان كان عرس رنا، او هنتكلم عرس الجليل. وعرس الجليل ميشيل من اهم انا من وجهه نظري طبيعي من اهم الافلام الروائيه الفلسطينيه حتى اللحظه. هو يعني الاحترام، ميشيل فيلسوف السينما الفلسطينيه. حاله السينما في فلسطين. صحيح. طيب هنشوف عمر ايضا من الافلام اللي لسه بنتكلم عنها، افلام طبعا جميله ولها قيمه خاصه جدا في السينما الفلسطينيه للمخرج هاني ابو اسعد، ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى. تحبيني؟ تحبي حدا ثاني؟ احكي لي. قصدك براد بيت.
أصحاب عمر. احنا جاهزين شباب. فيش إلك قهوة إلا إذا بتعمل براندو. سووا لك ايش؟ تجوز نادية ونادية أخته. عمر لما بدك تحرر بلدك بتقرر انك تثور، في ثمن لازم تدفع. شو ما كلفني الموضوع أنا بدي أتجوز نادية. خذ نفس، حدد الهدف تاعك، طخ. في أي شيء ممكن نعمل؟ طول ما في اختلال ولا شيء. احكي لي عمر، انت بتعرف واحدة مزبوط، بس اذا ما بدك تشتغل معنا حياتك راح تصير جحيم للأبد. ومتنساش حياة حبيبتك. الو، جيب لي راس طارق. يلا جيبك من هناك. إمتى طلعت من السجن؟ أنا مستعدة أعيش معك في أي مكان. في بيناتنا خاين، كل واحد فينا مشتبه فيه. هاي عملت كل شيء عشان تسرق نادية منك. ضبط البوليسية شكل بعض. أنت جاسوس، الكل أكد لي. كل فهم غلط. حياتي ما فكرت من الحب ممكن أدي وجه. عودة مرة أخرى مع المخرج السينمائي الفلسطيني فاي جرادة وحديث عن السينما الفلسطينية. هل نقدر نقول يعني احنا عندنا تجارب عديدة جدا، حتى التجارب اللي كانت قبل 48 بعد 48 تجارب الثورة الفلسطينية في مراحل متعددة مرت بها السينما الفلسطينية، لكن هل نقدر نقول مع وجود هذه التنويع من المخرجين والكتاب والصناع السينما الفلسطينية هناك ملامح محددة للسينما الفلسطينية؟ اهم هذه الملامح خاصة طبعا مع الجيل الجديد، يعني مع حد انها سينما نضاليه بامتياز. يعني ما قبل ال 48 كان في اول فيلم بال 35 واول دار عرض 1903 في القدس، وبعدين ما بعد ال 35 كان في فيلم زياره الملك سعود وزياره عبد الباقي، وما بعد ال 48 كان في سينما، وبالتالي في مراحل للسينما الفلسطينيه، وخلينا نسميها بالحقبه الاولى ما قبل ال 48، والثانيه ما بعد، والثالثه ما بعد ال 67، لكن جميعهم كانت تمتاز السينما الفلسطينيه بانها سينما نضاليه بامتياز. بتوثق الواقع، لكن من وجهه نظري انه آن الاوان انه نخرج من بوتقه، نتجه اكثر باتجاه الحياه والحب والانسان. وانا بعتقد انه نبعد عن المباشره، خليني اقول كده، يعني ما يبقاش في فكره المباشره والغيرها. يعني انا بعتقد انه بشعار دائما بنحكي انه يجب على الفن انه يحمل القضيه الفلسطينيه وليس العكس. مش القضيه الفلسطينيه تحمل، مش عشان فلسطين انه نعمل فيلم كذا او كذا وينجح، لا، بدنا الفن يحمل القضيه الفلسطينيه. ويمكن الان كل المخرجين الفلسطينيين بيتجهوا لهذه الاتجاهات، انه يعني لا امتى بدنا نضلنا متقوقعين في هالمسائل اللي احنا نتغنى فيها النضال، وهي النضال مهم لكن كمان في حياه، النضال مهم بس كمان في حياه، النضال مهم الواقع. بس كمان في حب وفي انسان، في تفاصيل اخرى يجب الاعتناء بها ويجب توصيلها، لانه الناس مش، انا بعتقد انه وخاصه انه السينما الفلسطينيه سينما مهرجانات. يعني ما اعتقد الان انه الناس بتطلع عليك وبتنجحك بالفيلم عشان نضالك، لا، كمان في حاله جميله بالدخل بس الفيلم. خليني اقول حاجه استاذ فاي، ان احيانا في بعض التجارب اللي ممكن بتحمل قضايا انسانيه بتخدم فكره النضال ده بشكل اكبر. طبيعي. يعني ما فيش انفصال بينهم. لا بس لا فكره لا. المباشره ممكن جدا اعمل فيلم بتناول قضيه انسانيه على هامش هذا النضال، وبالتالي يخدم القضيه بشكل اكبر بكتير. اتفق معك، صحيح 100%. تجارب او بعض الاراء النقديه مثلا منهم الراحل سمير فريد كان بيشير الى حتى اشعار اخر، هذه التجربه تحديدا رشيد مشراوي، هو طبيعي. اول فيلم فلسطيني لانه انتج في الاراضي الفلسطينيه المحتله بواسطه طاقم فلسطيني، وبالتالي هو بيحمل هذه الصبغه بجداره. الى اي مدى تتفق مع هذا؟ رشيد مشراوي ايقونه سينمائيه مهمه، واول فيلم بالفعل حتى اشعار اخر وبجسد واقع اللي بنحكي عنه الان. رشيد مشراوي مهم جدا بالسينما الفلسطينيه، وهو يعني ابن السلطه الوطنيه.
أيقونة تحترم جدا ومدرسة يعني ده رشيد مشروي، لكن التجربة دي فعلا ممكن نقول إنها أول تجربة في أراضي السلطة الوطنية. يعني رشيد مشراوي ابن السلطة الوطنية هو أول فيلم عمله داخل السلطة الوطنية، داخل قطاع غزة يعني. في هذا السياق. طيب ميشيل خليفي احنا اتكلمنا عنه، يمكن اشرنا وكنا بنتكلم قبل الهوا، طبعا واحد من اهم مخرجي السينما الفلسطينيه، ويمكن يعتبر رائد، لو يعني جاز لنا التعبير، رائد السينما الفلسطينيه المستقله، يعني فيلسوف السينما الفلسطينيه. اولا عايز اعرف الى اي مدى رايك ده، طبعا انا عارفه انك انت بتحبه بجداره وشايف ان هو تجربه مختلفه تماما في السينما الفلسطينيه، لكن خصوصيه ميشيل خليفي من وجهة نظرك في السينما؟ يعني ميشيل أنا قابلته مثلا العام هاي في مهرجان الإسكندرية، وكان أول مرة بقابله، ورغم أنه احضرنا معظم أفلامه. ميشيل حالة فيلسوف بيعطي للفيلم كل تفاصيله باتجاه الرمزية، باتجاه الوطن، وباتجاه الحب والحياة، باتجاه كل تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني. من أهم أفلامه اللي هو عرس الجليل. عرس الجليل من أهم تعرف في مهرجان القاهرة السينمائي طبعا جدا جدا. وانا بعتقد سمير الله يرحمه، سمير الناقد الكبير، سمير فريد حكى عن تجربة ميشيل في 85 86 اعتقد، لما اول ما شارك في مهرجان قرطاج في تونس، وانا كان عندي كتاب بحكي سمير فريد حول الموضوع هذا. تذكر جيدا بانه الناس هاجموا لانه هو ميشيل من ال 48، ولكنه سمير كان مواجها دائما لهالحالة هذه، انه بالنهاية في باسم فلسطين فيلم سينمائي عرس الجليل. لكن هذه التجربة إلى أي مدى شايف ان هو قدر بتفاصيل دقيقة جدا بالزفاف بتعادات والتقاليد، قدر يلعب على أوتار وهوامش القضية الفلسطينية وعربيا كمان؟ ما هو المخرج لازم يكون يعني عنده فكر ورؤية وإدراك ووعي بتفاصيل المشهد اللي بيعمله. يعني المخرج إذا ما كانش بيحمل يعني ثقافة نضالية، ثقافة عامة، ثقافة متخصصة، ما بيقدر يوصل. ميشيل بالفعل هو فيلسوف السينما الفلسطينية، استطاع من خلال كل أفلامه إنه يعتبر الفيلم الفلسطيني بطريقة جميلة جدا، إنه المتلقي يشاهده يستقطب له دائما. يعني ميشيل بده حلقة وحلقتين ميشيل لما نحكي عنه. صحيح. فأنت بتحكي نشوف جزء من عرس الجليل للمخرج ميشيل خليفي ونرجع نستكمل حوارنا مرة أخرى. عملية صعبة كثير، لازم ندير بالنا من المخابرات. ايش جبتوا لنا معاكم؟ جبت معاي فرد ابوي وعلبة تشك. فرد ابوك يا مجنون؟ العميل؟ اسكت لعد بيش بدنا نعمل عملية. الشغل محسوب حسابها. جبت الخناجر. ماضيين كثير. طبعا ماضيين، احنا جايبينهم نلعب فيهم للشغل. شباب اهربوا، اجا ابو عادل. شو جاب هذا يسعد العم خميس؟ حقونا هسه بنعرف ايش بده يسوي. ما زال انك مش مريض، قوم معنا. القرية بتشارك معنا بالفرح، والفرح عن ما يرام. يعني قايم، لكن مش راح معكم على الفرح. انا كل حياتي بتمنى انه ما اشوفش هذا اليوم اللي فيه منبيع انفسنا لاعدائنا. روق شوي، الفرح فرحنا واحنا منديره على كيف عقلنا. قوم شوف الحاكم العسكري ضاع على سواعد رجالنا هو وجنوده. لو بقدر لا ترضوا من هون لحالي ولا الابد. اخويا ابو خالد، انت مش جاي عشان الحاكم العسكري، انت جاي عشان عرس عادل، عشان اخوك. واذا ما بتيجي ما بشرب عندك نقطة مي. لا افرح بدون كرامة، ولا كرامة والجيش فوق روسنا. لا افرح بدون كرامة، ولا كرامة بوجود الجيش فوق روسنا.
ممثل جليل من اهم افلام السينما الفلسطينيه يعني فعلا. تصور كيف عبر عنه ميشيل التعايش اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه كله في اطار يعني بالفعل الصوره ابلغ من 1000 كلمه ببساطه شديده جدا، بنعومه شديده جدا. لا هي ميشيل جميل جدا في كل افلامه. لما بنقول ان هو رائد السينما الفلسطينيه المستقله، ممكن نقول هنا او نقف عند مصطلح للسينما الفلسطينيه المستقله؟ يعني حتى المفهوم مستقل انه يعني انه انتاج صخر، لا ما اعتقد انه رائد السينما. يعني كمان احنا نسينا رائد السينما الفلسطينيه مصطفى ابو علي مثلا من الاسماء الهامه. لكنه ميشيل هو رائد السينما الحديثه. ميشيل يحسب له انه اخرج السينما الفلسطينيه من الخنادق والفدائيه والتوثيق والمسائل هذه الى الحياه. يعني ميشيل يحسب له بالفعل هذه القفزه، هذه القفزه انه يصير سينما اجتماعيه، مش سينما يعني داخل الخنادق والفدائيين وتوثيق المسائل. لا، ميشيل نقل السينما الفلسطينيه من الى، وبالتالي اصبح الكل وراه. ودي الحته اللي كنا بنتكلم عليها منذ قليل. تجارب عديده مثلا زي سجل الاختفاء، درب التبانات، الجنه الان، عطش، بدون موبايل، يوميات عاهر، وبر بحر، وعجمي، وامور شخصيه. يعني عندنا هنا حالات سينمائيه فنيه ناضجه. الدور اللي لعبته هذه الافلام في كشف اكذوبه ان فلسطين ارض بلا شعب من وجهه نظرك؟ أنا بعتقد إنه كل هذه الأفلام اللي ذكرتيها حتى من ضمنهم عجمي، هو فيلم عجمي، فيلم إسرائيلي، لكنه وضح كيف فيلم تمويل إسرائيلي، تمويل طبيعي، لكنه وضح كيف ممكن العرب في مدينة يافا بيواجهوا باستمرار بكل لحظة داخل مدينة يافا إهانات، وكيف بيتم المواجهة اليومية باتجاههم. فيلم عجم من الأفلام المهمة جدا، لكنه لأنه تمويل إسرائيلي فالقليل من شاهدوا. في أفلام كتير، عطش مثلا، وائل توفيق أبو وائل لا يبث في مصر مثلا عشان تمويل إسرائيل، لكنه فيلم مهم جدا، مهم جدا، في فلسفة بالمشهد، في اللقطة، جميل جدا، يعني بالكادر. يعني عنده توفيق أبو وائل في فلسفة في المشهد، اللي في الكاميرا بتاعته، في عينه الجميلة، لكن مين شاهده؟ هل نفس الفكره ديت موجوده في الداخل الفلسطيني؟ يعني التجارب اللي ممكن تكون بتحمل تمويل اسرائيلي حتى مع فكرتها اللي ممكن بتدعم القضيه الفلسطينيه بتبقى غير مقبوله، او ما بيحصلش فيها كيمياء بينها وبين المشاهد او المتلقي؟ اي شيء بيدخل فيه الاحتلال مكروه، اي شيء. لكن زي ما حكيت بالبدايه انه المخرج الفلسطيني بداخل ال 48 يختلف عن مخرج مناطق ال 67، الضفه وغزه. في الضفه وغزه لا، في تمويل اجنبي وممكن، لكن ممكن يشتغل. هناك دافع ضريبه، انا هنا بدفعش ضريبه في السلطه الوطنيه، هناك بدفع ضريبه لاسرائيل، بده ياخذ من الصندوق، وهذا حقه الطبيعي كمواطن، لكن مين بده يستوعب هالمساله هذه؟ صحيح. وبالتالي في خلل في جدل قائم بهويه السينما الفلسطينيه هناك. ميشيل خليفه، هنا بسعد، مجموعه من المخرجات ايضا. فيجرات؟ لا، انا حاله، يعني انا ابن ال67، يعني ابن السلطه الوطنيه، ما باخذ من، ولا يسمح لي اخذ من الصندوق الاسرائيلي، وحتى لو عرض علي انا رافض المبدا نفسه يعني، لكن ما برفضه على الاخرين، عندهم وجهات نظر وبدهم يصنعوا افلام، لكنها مش تحت الاجنده الاسرائيليه، وهذا الاهم. هو فيلم فلسطيني بوضح الرؤى الفلسطينيه الحقيقيه. صحيح. فقط. يعني مع الفكره ان ممكن الاخر يعملها، بس مش مع فكره انك تعملها بصفه شخصيه او عندك بعض التحفظات. هذا لا يعني انه انا ممكن اخذ، لا، حتى لو بدي امارس الاجنده الوطنيه من الصندوق لا اقبل شخصيا، لا اقبل اطلاقا. فهي جراد قدم افلام امل دوشه، احنا اتكلمنا على دوشه، جدل، ناجي العلي. هل الافلام الوثائقيه ممكن تلعب دور مختلف يعني يكمل تجربه الافلام الروائيه، وخاصه في يمكن الان بهذه الظروف اللي بمر عليها كل الوطن العربي، الفيلم الوثائقي اقرب للمواطن، اقرب للتجسيد الواقع المؤلم اللي بيعيشه كل الوطن العربي. فيلم امل كان روائي قصير، وضحت فيه كيف الشاب الفلسطيني اللي دائما بيحلم انه يروح للغرب، بده يهاجر نتيجة الواقع المؤلم، لكنه وهو على شط البحر بشوف صندوق، هذا الصندوق بحاول يجيبه يعني، لكنه بيجيبه بعد
صعوبة كبيرة في السباحة. لما بيفتح الصندوق بيلاقي فيه ورقة مكتوب عليها ما زال الأمل موجود، بيضحك وبيبتسم وبهاي وبدير ظهره للبحر أي الغرب وبيتجه للمدينة يعني غزة. وبالتالي كانت فكرة بسيطة وإحنا قاعدين هذه الفكرة تبلورت، لكنه بوضح دائما إنه غزة مش طرابورة بالتحديد. في 11 سنة انقلاب غزة إطلاقا مش طرابورة، فيها فنانين، فيها فنانات، فيها يعني فيها مخرجين، فيها صناع أفلام، فيها أحلام كبيرة، فقط بحاجة لإطار يلم هدول الشباب. صحيح. نشوف كمان تجربة مؤبد مفتوح، نشوف جزء من التجربة ديت أيضا للمخرج فايق جرادة ونرجع نستكمل حوارنا مرة أخرى. ما شفناهم إلا جايين علينا بالليل ب6/1 83 دخل الباب حايم وفات. وين كريم وين كريم؟ كنت أصور أمام كريم، كنت أراه فارسا على مهر من خيول وادي عارة يقاتل دائما الاحتلال حتى في سجن. فرينا 4-5 سجونه واحنا نسأل كريم يونس يقولوا مش هون. بالاخر قالوا لنا انه هو بعسكلان. كريم يونس هو أحد المناضلين الذين عرفتهم، وما يميزه أنه واحد لم يسكن السجن قلبهم وهم في قلب السجن. هذا الأمر جعل من معرفتي به بالنسبة لي كنز كبير. كانت ليل نهار دموعي تصح وعيط وضعفت، لا أكل ولا أشرب ولا يروح من قبال عيني. دائما أتخيل في الدار موجود وأتخرف أنا وياه. مضت علي أيام يعني سودة. أوقفوني أنا وكريم، حلوا الثلجات وأخذوا كريم ورجعوا فيه. كانوا يطلبون ولا صفقة صارت إلا يطلبون. قام يوسي بيلن عن الطاولة وحمل ملفاته وخرج. قال له لماذا؟ قال لأنك تتكلم عن أناس ليس لكم صلاحية التحدث عنهم، وهنا يقصد فلسطين 48. أنا أعتبر أن هذه القضية هي ذنب للمقاومة وذنب للمفاوض الفلسطيني. البداية صار يعني أبكي، هسه صار يعني الزمن أكل وشرب علينا، أتحمل شوي يعني مش زينا أول ما انسجن. البطل كريم يونس الذي ما زال في سجن الاحتلال حتى الآن، ما زال بعد 35 سنة ما زال في سجون الاحتلال، وهو عضو لجنة مركزية بالمناسبة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وبطلة الفيلم والدته الصابرة دائما، وهي أم الأسرى الفلسطينيين. ملامح المرأة الفلسطينية لرمز الصمود. طبيعي كريم يونس داخل سجون الاحتلال مثقف جدا، بكتب كتابات كتب وبتخرج خارج السجن، وله كتب متعددة حول الصراع العربي الإسرائيلي وحول مسألة الأسرى الفلسطينيين. كريم يونس يعني حالة نضالية بامتياز داخل سجون الاحتلال، نتمنى الإفراج عنه. من أصعب التجارب قلت لي في الفاصل اللي عملتها، طبيعي يعني لو قعد فيها الزمن، لو قعد فيها الزمن إني أعمل فيلم ناجي ما بعمل. ناجي رمال متحركة، يعني صعب إنك تبلوري شيء في نقطة تشكل معينة، وبالتالي هو يعني صعب جدا ناجي. كيف تفكفك رموزه، كيف تفكفك التشكيل، كيف تفكفك اللغة بتاعته، صعب جدا. أما فيما يخص مؤبد مفتوح، مؤبد مفتوح كان يعني تصوري مؤبد مفتوح بيحكي عن كريم يونس واحنا ما عملناش عنه انترفيو، لم نستطيع لأنه داخل السجن. بالتالي كان تجربة يعني تجربة قاسية بالنسبة لي، إنه كيف نعمل عن كريم يونس وهو داخل سجون الاحتلال، رغم إنه في إمكانية إنه
عبر يعني بعض التفاصيل لها علاقه بدخول ايفون موبايل شغله ويسجل، لكن خفنا عليه من العقاب انه يدفع. ده تبعات طبعا تبعات هذا الاجراء. التزمنا بالحفاظ على كريم، انه لا نعمل الفيلم والرؤيه بتاعتنا وكريم مش موجود. وهنا كان حدوته الفيلم انه والده كريم كانت البطله، رفاقه اللي كانوا هم الابطال. انه كريم افرج عنه ضمن صفقه مع للأسرى، الا انه الاحتلال وصلوا لحد باب الخروج ورجعوا تاني مره اخرى، لانه بالنسبه له بيمثل احد رموز المقاومه اللي اعتقد انه هو رموز المقاومه. هو كمان بالمناسبه كريم يونس هو من 48 يعني طيب عندي هنا سؤال ولكن بعد قليل. عودة مرة أخرى والحديث عن السينما الفلسطينية والمخرج السينمائي الفلسطيني فايق جرادة. عندنا تجارب أخرى عملها مخرجين غير فلسطينيين، يعني تجربة مثلا حنا كيل، تجربة طبعا الفيلم اليوناني حنا كيل اللي بيتناول القضية من وجهة نظر أوروبية على سبيل المثال. هل الفيلم ده ممكن يكون داعم مؤثر زي أفلام المخرجين الفلسطينيين؟ يعني إذا نظرنا حول السينما الفلسطينية بنلاقي تاريخيا إنه في يعني السينما الفلسطينية اللي صنعت على أيدي المتحررين يعني الأجانب خلينا نقول والعرب والفلسطينيين، في 3 صناع افلام للقضيه الفلسطينيه. في باب الشمس مثلا بجزئي يسري نصر الله طبيعي مصري. الدوليين او الاجانب اللي مارسوا صناعه الافلام الفلسطينيه متعددين، وهذا كانوا متنورين ومؤمنين بالقضيه الفلسطينيه. امثال الفيلم اللي طرحتيه بيشرح القضيه الفلسطينيه بجوانبها وتفاصيلها وبعمقها، وحتى الافلام العربيه اللي انشغلت على ايدي مخرجين عرب وصناع الافلام الفلسطينيين اللي صنعوا افلام ان كان عن الثوره الفلسطينيه او كان عن الواقع المجتمعي الفلسطيني بتفاصيله المتعدده. لكن انا بعتقد انه وهنا تكمن إيجابية السينما الفلسطينية، بأنها صحيح أنها سينما مشفرة ونخبوية أكثر، لكنه استطاعت أنها توصل رسالة فلسطينية مهمة جدا لكل العالم على أيدي كان مخرجين أجانب أو عرب أو حتى فلسطينيين. يمكن أول مهرجان عربي شاركت فيه فلسطين كان في 73 في مهرجان سوريا، في مهرجان دمشق، وبالتالي كانت حاضرة دائما السينما الفلسطينية بكل صناعها الأجانب والعرب والفلسطينيين. وأنا بعتقد إنها سينما جديرة بالاحترام. صحيح هي الآن يعني مش جيدة جدا نتيجة إنها مش شباك، يعني مش سينما شباك، لكنها متواجدة في كل المهرجانات العربية. وده مسألة مهمة برضو، طبعا بنتمنى يبقى في دعم بقى للصناعة الوطنية، صناعة السينما الوطنية الفلسطينية. لكن كمخرج سينمائي أستاذ فايق جرادة، ومع الأحداث ومع اندلاع الأحداث طبعا في الأراضي الفلسطينية وخاصة بعد قرار ترامب، إلى أي مدى شايف أن المبدع هنا محتاج يتحرك بحركة فيها وعي أو حراك مختلف؟ صحيح. الآليات تختلف حتى في التعبير. الآن دور المخرج ودور الأكاديمي ودور المثقف ودور كل صناع الأفلام العرب إن كانوا أو حتى في داخل فلسطين إنهم يوثقوا لحظة بلحظة هذه الأمور، لأنه أنا بعتقد إنه القدس في كل وجدان عربي ومسلم وكل حر في هذا العالم. وهذا القرار أعتقد إنه قرار باطل ولا يسمن ولا يغني من جوع. القدس ثابتة في وجدان كل العرب، وأنا بعتقد أنه كمان على المقدسيين وعلى الفلسطينيين أينما تواجدوا أنهم يوثقوا هذه اللحظات وأنهم يوصلوا الرسالة الفلسطينية اللي بتقول أن القدس عربية شاء من شاء، واللي مش عاجبه على قول ياسر عرفات يشرب من البحر. يشرب من البحر، احنا بنقولها كمان كمصريين يشرب من البحر. يعني اللي مش عاجبه يشرب من البحر الأحمر ولا البحر الميت، لكنه يجب توثيق كل الحالات الآن. هل تعتقد في ظل وجود يعني أيا كان المسمى، قلنا انتفاضة جديدة أو يبقى في حراك مختلف تماما ثوري فلسطيني هيواجهه، أو أيضا يعني هيكون بالتوازي ليه هناك انتفاضة فنية؟ هل تتصور ده ممكن يفجر يعني الإحساس بأهمية الإنتاج الفيلم الفلسطيني، دعم صناعة الفيلم الفلسطيني؟ أنا بعتقد إنه هذه مهمة جدا، سؤال مهم جدا وأشكرك عليه. إنه الآن إحنا في صدد بلورة إطار مهم جدا لاستنهاض الحالة السينمائية في القدس، في داخل القدس، من خلال مخرجين، صناع أفلام، شركات إنتاج، أفراد. وأنا بعتقد أنه يعني آن الأوان لبلورة هذا الجسم النقابي أو الجسم الفاعل والمتفاعل باتجاه استنهاض السينما في القدس، لأنه القدس
يعني عربية بامتياز، فلسطينية بامتياز. على الجميع الآن سينمائيا أنه يتجه باتجاهها عبر كل مصنفات العمل الفني الروائي إن كان. وللعلم إحنا في عنا فيلم روائي وقريب جدا تصويره في القاهرة هنا باسم حورية، وحيكون بيحكي عن القدس ولكن بطريقة غير نمطية وغير فيلم روائي طويل، وإن شاء الله بتكلل بالنجاح. وأنا بعتقد أنه صناع الأفلام مهتمين جدا داخل فلسطين بتجسيد كل لحظة وكل فريم وكل مشهد لتوثيقه، لإعطاء صورة واضحة لكل العالم أنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صحيح، هي دي المقاومة الناعمة اللي احنا في أمس الحاجة ليها. فايق جرادة، الحلم للوطن وللسينما بتحلم بإيه؟ أنه فيلم حرية يتم يعني الفيلم الروائي لنفسي نعمل عن القدس هو الفيلم حرية. أنا ومجموعة من المخرجين وصناع الأفلام منهم من مصر للعلم، وأنا بعتقد أنه إن شاء الله لازم في تفاصيل ممكن تقولها؟ لحتى الآن لا عافيني، لكنه هو فيلم بيحكي عن القدس بشكل غير نمطي، وأتمنى أنه الكل يتجه نحو القدس بالأعمال السينمائية الوثائقية منها والروائية القصيرة والروائية الطويلة. أنا في النهاية بشكر طبعا وجودك معانا، المخرج الفلسطيني السينمائي فايق جرادة، شكرا جزيلا على وجودك معانا، واتمنى ان تكون المرحلة القادمة زي ما بنقول يبقى في دعم حقيقي لصناعة الفيلم الفلسطيني. لابد، لأنه السينما بالفعل هي مفتاح الحلم وهي الحياة، وبالتالي أنا بعتقد أنه العصر والتكنولوجيا تسمح بذلك، وإحنا بنتجه جميعا نحو والآليات تتغير زي ما كان، والآليات لازم تتغير. صحيح. الخطاب يتغير، الآليات تتغير، حتى على مستوى إبداع الفيلم السينمائي. احنا محتاجين ان احنا يبقى في تأكيد على هذه المسألة، هي ده دور القوى الناعمة. بشكرك مرة تانية، أهلا بوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا الملف من فنون السينما، حديث عن السينما وزهرة المدائن، السينما الفلسطينية بوجود المخرج الفلسطيني فايق جرادة. شكرا لكم، وتابعونا الأسبوع القادم مع ملف آخر جديد وفنون السينما.